تقول ايه؟ تدعي تقول ايه؟ ربنا يظهر الحقيقة واعتذر. انت مظلوم؟ مظلوم. واللي معاك مظلومين؟ انت مظلوم. كل واحد أدرى بالله. شفت شفت لا ما كنتش موجود، ولو كنت موجود كنت على الأقل بلغت. ما عرفتش زي ما هما بيقولوا. المواجهة ديت يا جدعان صعبة جدا 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 للغاية. شوفوا إيمانها هي، شوفوا كلام أحمد فرج اللي جاله، شوفوا ايه اللي حصل في الجلسة ديت، شوفوا والدة الدكتور أسامة كانت موجودة وعاملة ازاي، وكانت منهارة في فصل الجلسة قبل لما قالوا هننطق بالحكم، فكانوا قاعدين مستنيين. يقول لها كانت بتدعي من قلبها، عاوزة اقول لها يا حاجة انت دعائك استجاب، ودعائك فرح كتير، ودعائك استجاب، وربنا استجاب لدعائك علشان انت ست محترمة، علشان انت ست محترمة، ست ربيتي ابنك على التربية الكويسة، ست ما شفناش حد قال في حق كلمة وحشة، طيبة القلب، ست محترمة. ما شفناش حد من زملات ابنك قال على ابنك كلمة خارجة ولا كلمة وحشة أبدا أبدا، بالعكس كله بيشكر فيه ويقول من أحسن الناس اللي جات هو الدكتور أسامة توفيق، علشان دي تربيتك انت. أما هنا بقى عاوز أوجه رسالة إلى أحمد فرج اللي عامل نفسه وجه بريء. أنا يا ابني يا حبيبي ولا الناس كلها، عشان في ناس هجمتني. عاوز اقول لكم انا ماليش دعوه بابو احمد فرج نهائي. ابو احمد فرج راجل كبير، ايوه، على عيننا وعلى راسنا وعلى دماغنا، تمام. ابو احمد فرج ايوه راجل محترم، ملوش دعوه، مش علشان خاطر رب ابنه وحش او رب ابنه حلو، لا. الناس الفلاحين والناس الصعيده دي بتربي عيالها احسن تربيه، واحنا عارفين الكلام ده، فنكونوا واقعين بكده. اما ملناش دعوه بالابن بقى، سافر عمل حاجه خارجه الكلام ده، وكل واحد طالما ابنه كبر وعدى السن القانوني فيتحاسب على ما كل ما يعمله. فاحنا متعاطفنا مع الراجل جامد، لان احنا شفنا لقاء الراجل كان صعبانين علينا جامد جدا جدا، واللقاء موجود عندكم على اليوتيوب اهوت، منزله على صفحتي. فلقاء شاق، فلقاء الراجل صعب علينا، انا عيطت والله العظيم وانا بسمع اللقاء. فهنا اجي هنا يا جدعان واقول لحضراتكم حاجه بس كويسه جدا، حاجه بس ما تكونش خارجه عن حاجه. عاوز اقول لحضراتكم احمد فرج بيقول للمذيعه او بيقول للصحفيه او بيقول اللي كان بيعمل معاه لقاء انا ما عملتش حاجه، هما اللي عملوا. طب هما لو عملوا يا جدعان واحمد فرج ده مظلوم، انا عن نفسي لو مظلوم ساعتها وانا بتحاكم كده وشفت احمد شحته وشفت اللي هم وصلونا كده، مش هسيبهم ادور فيهم الضرب. اما هما اللي التلاتة خايفين حتى يلمسوا بعض، علشان خايفين لو لمسوا بعض هيقولوا له ده انت كنت انت اللي عملت كذا، وانت اللي خليت كذا، وانت اللي عملت كذا. طب هو محاميه يا جدعان بيقول ده احمد فرج هو ما كانش اللي ماشي في ريح الكرسي، اما كانوا ماشيين في الشارع في احمد شحته، والدكتور اسامه كان قاعد على الكرسي، مش هو احمد فرج. امال مين يا استاذ؟ احمد يعصور، انت على عينه وعلى راسنا برضك راجل محترم، بس مين يا باشا اللي كان ماشي وكده؟ لا كده في حاجه غلط، لا كده في حاجه مش صح، في هنا لعب، واللعب انكشف وبقى على المكشوف. عاوزين نعرف الكشف المكشوف وكشف الحقيقة علشان نكون واقعيين ونكون في الصورة احنا بنتكلم عن ايه. الست ديت استدعائها استجاب. الراجل المحترم اللي انقتل غدر من ناس ما عندهاش لا رحمة ولا دين ولا ايمان، انقتل منهم غدر، فهنا حقه رجع، حقه ربنا نصره ورجعه له. وكانت هنا البداية الجميلة لما سمعنا الخبر حالة المتهمين إلى فضيلة مفتي ديار الجمهورية. أما كلام المحامي أحمد فرج اللي هو بيقوله إني قال وتحويل أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية وحبس المتهم مين؟ وحبس المتهمين مين بقى؟ فبقولك استنوا يوم 11 تسمعوا الحكم. احنا في نفسنا نسمع الحكم اللي احنا عارفينه ان هو هيكون اعدام، لان فضيلة مفتي ديار الجمهورية وانت اللي جاي الكلام ده ان هو رأيه وخلاص، يعني ايه
رأيه، لو قال لأ مش المحكمة مش هتاخد مثلا برأيه، هو بيوقع بس عشان خاطر الشرع وخلاص. ما هو رأيه مش رأي يفسد أو رأي يعمل، وانت اللي قايل الكلام ده واحنا عارفين الكلام ده. انا عاوزكم كلكم تنطقوا وتقولوا كلمة الحق، كلمة الحق اللي انتوا هتحاسبوا عليها قدام ربنا. اللي احنا بنقولهم ايه؟ اصل احمد فرج بريء. احمد فرج بريء مين يا جدع؟ احمد فرج كان عاوز يثبت براءته شكل ما هو بيقول لو انا كنت واقف انا كنت ساعتها اروح اعمل ابلغ عنه. طب هو بينكر ان هو اصلا واقف معاه، هو بينكر اصلا ان هو ما كانش موجود معاه، بينكر اصلا ان هو كان موجود معاهم. يعني بيقول لك انا ما كنتش معاهم، انا ما كنتش حاضر معاهم، هما اللي رتبهم، هما اللي نفذهم، هما اللي عملوا كل حاجه. طب هل ده كلام يعقل؟ طب هل الكلام ده يعقل يا جدعان؟ هو كلامه يدل عن كده ان هو بيصرخ في المحكمة، انا عاوز اتكلم، انا عندي حاجة عاوز اقولها، الدكتور دعبس، الدكتور عامل، الدكتور خلى، الدكتور خلى، والدكتور ده والدكتور ده. عاوز اقول له يا احمد يا فرج، كان عندك تحققات النيابة ما اتكلمتش فيها ليه؟ هتقول تعذبوك وخلوك وعملت؟ ما فيش، النيابة ما بتعذبش حد، النيابة ما بتجبرش حد على الاعترافات. النيابة انت بتتكلم ووكيل النيابة بيسألك والضابط او امين الشرطة بيكتب اعترافاتك وبيسجل اعترافاتك ووكيل النيابة بيسألك، وكيل النيابة بيسألك. اما انت مفيش ضرب ولا في الكلام ده، انتوا اعترفتوا، مش عيب اعترف. احنا عندنا النيابة عندنا يا جدعان عارفة شغلها كويس، مش هيجي حد يعقب عليها ولا حد يفهمهم شغلهم ازاي. احنا عندنا النيابة عندنا بتعمل كله شكل بعضه، لان ده لسه ما جاش متهم، او ده قصدي ده لسه ما جاش قاتل، ده متهم في حاجة، متهم يعني ما قتلش ما عملش، هو متهم عندهم، ما ينفعش يعذبوه، ما ينفعش يضربوه، ما ينفعش يعملوه، لان هو قال اعترف بالحقيقة بكده، لان هو قال لا ده ضربوني وعملوني وعذبوني. كان احمد شحتة كان قال، كانت ايمان المحامية اللي عارفة شغلها كويس كانت قالت، واحنا شايفين كلنا شكلهم عامل ازاي في المحكمة، ويكنهم راجعين، يكنهم قصدي واخدين براءة. لما تشوف ايمان كده تبصلك بقرف كده وتحسسك ان هي رئيسة الجمهورية وانت عندها بلا اي حاجة. يعني ايمان اسلوبها حقير شكل ما احنا عارفين، اسلوبها يدل عن كل حاجة، بس هو بقى اسلوبها ده خلى ناس كتير تقول امال لو مش انت اللي هتعملي كده، امال مين اللي يعمل الجريمة دي؟ يعني هي اصلا وشها يعمل الجريمة دي، شكلها اصلا يعمل الحاجات اللي هي عملتها ديت. يعني ما نقولش ان كلامها خطأ، لا ده كلام ايمان ده هو الصح. كلام ايمان ده بيدل ان هم استعملوا البلطجة واستعملوا العنف واستعملوا كل ما يدل عليهم علشان يأذوا. ايمان قالت ان احنا اذينا، ايمان اعترفت ان هم رتبوا وخططوا ودبروا وعملوا كل حاجة، وايمان في القضية رقم 1. بالمناسبة محامي ايمان الاستاذ حازم، يا ترى انت رحت فين؟ يا ترى انت رحت فين؟ اوعى تكون مخيب ظننا كلنا وتقول انا بحضر في نقد ولا حاجة. احنا عاوزين تسكتوا بقى، ولا نقد ولا نقضات. فاكرين لما محامين محمد عادل زمان وعشموا الناس كلها، وعشموا امه يا عيني وقال لها النهضة يتقبل، كانوا منهم محامين بتوع السوشيال ميديا، والاخر النقض ما اتقبلش. هنا برضك هيعشموهم عشان القضية واخدة ساحة كبيرة من الرأي العام، والرأي العام كله بيتكلم فيها، فيجي يقول لك ان النقد هيتقبل عشان خاطر كذا وكذا وكذا، وساعتها النقد ولا هيتقبل ولا هيتعمل، لان المحكمة نفذ لهم الطلبات كلهم. طلباتهم ما كانتش جوهرية، النيابة موقعة لكل حاجة، قالت جبنا لهم كذا وعملنا لهم كذا وخلت كذا علشان ما يقعدوش يأجلوا في جلسات ولا يعملوا في جلسات. فكانت هنا كل حاجة مترتبة كويس جدا جدا، كل حاجة كانت ماشية صح، فكانش محتاج ان اي حد يرتب لهم او اي حد يقول لهم مشوا يمين مشوا شمال وخلاص.
اشوفكم على خير ومع السلامة. متنسوش يا جدعان تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بعد إذنكم.